اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بينضم لنا الاستاذ عمرو الدرديري ناقدنا الرياضي الكبير اللي بقول له قلبي معاك يعني استاذ عمرو. قلبي معايا ليه؟ انا عادي جدا، خساره هي مباراه خسرناها مفيش اي مشكله، لكن المهم بعد 4 ايام في بطوله الدوري. نادي الزمالك لعب مباراه سيئه. عندنا مع كامل الاحترام لمجلس الاداره، عندنا فشل لمجلس الاداره في كل اللي حصل. اللي حصل النهارده ده تراكم فشل لمجلس اداره، لجهاز فني، بص خلي الكلام للعيبه. بلاش مجلس اداره عشان هقول لك الكلام على مسؤوليتك. طيب يعني على مسؤوليتي، انا يعني بتكلم على مسؤوليتي، مش عايز احمل مجلس الاداره كل حاجه، يعني ما يبقاش هو ما اللعيبه برضو اللي بتلعب في الملعب هينزلوا يلعبوا. لا كل الناس تتحمل، كل الناس ليها جزء في اللي حصل النهارده. سيناريو مخيف جدا، سيناريو صعب جدا على جماهير نادي الزمالك. طب رتبهم لي. لا، مجلس اداره رقم 1 يتحمل المسؤوليه. ما فيش مجلس اداره ما ينفعش ما يتحملش مسؤوليه خساره بطوله، لقب على ارضك سهل جدا، وصلت للنهائي مع كامل الاحترام للجميع. احنا بنحترم كل الناس وبنقدر كل الناس، بس لازم كل واحد يبقى عارف حدوده بالظبط. في فشل لمجلس الاداره ان يخسر بطوله على ارضه. خسر البطوله على ارضه، لا، في مشاكل اداريه حصلت، تراكماتها ان شفنا في اداء سيء النهارده في الملعب. الاداء السيء ليه؟ قماشه اللعيبه قليله ليه؟ ما ده كله تراكمات. في مشاكل اداريه في الاساس، في مشاكل النهارده في الاعداد النفسي للمباراه. في مشاكل في الاعداد للمباراه. الاعداد النفسي للمباراه كان اعداد سيء جدا. الاعداد الخططي للمباراه والاعداد الذهني للمباراه اعداد سيء جدا، مع كامل احترام للجهاز الفني والكابتن معتمد. وزي ما اشدنا بيه لازم نقول الحقيقه، النهارده ادار المباراه بشكل سيء جدا جدا، مع كامل الاحترام للكابتن معتمد وجهازه الفني. النهارده اداره المباراه اداره سيئه جدا، التغييرات متاخره جدا، التبديلات يعني ما اثرتش خالص. الجماهير بره كانت بتقول كلام اهم من اللي موجودين في الملعب. ما ينفعش يا جماعه، ده نادي الزمالك، نادي بطولات. ما ينفعش نادي الزمالك يلعب نهائي كونفدراليه، بطوله افريقيه على ارضه وسط الجمهور ده كله ويخسر النهائي. يلعب على ركلات جزاء. ما معروف ان دي ركلات حظ ترجيحيه. العب على ركلات جزاء في ملعبي وسط الجمهور ده كله؟ لا، مع كامل الاحترام. امبارح قلت لك في ضربات جزاء، قلت لي مش هنوصل وطبعا هنكسب. ايوه طبعا، الزمالك الطبيعي ان يكسب. الطبيعي جدا ان الزمالك يكسب المباراه. هو اكثر المتشائمين يقول ان السيناريو ده يحصل. لا ما يحصل. انت اول 3 دقائق جبت جون، انت عايز ايه بقى؟ يعني المباراه بقت سهله جدا بالنسبه لك، السيناريو بقى سيناريو سهل جدا انك تكسب المباراه، تضغط وتجيب 1 و2 و3. لكن انت بعد الهدف الفرقه تراجعت تماما. نص الملعب مش موجود، الضغط في كل كوره فيها احتكاك ما بين 2 لعيبه هم اللي بيكسبوه. ما فيش روح قتاليه خالص في الملعب. اللعيبه يعني انا بصراحه اداء الزمالك النهارده اداء مأساوي. اللعيبه يتحملوا جزء كبير جدا، الجهاز الفني يتحمل جزء ضخم جدا، الاداره قبلهم تتحمل جزء. انا ما اقدرش استثني حد. الوحيد اللي عامل دوره وعلى اكمل وجه هو جمهور نادي الزمالك العظيم. هو الوحيد اللي بيعمل دوره على اكمل وجه، هو اللي بيساند، هو اللي واقف، هو اللي بيحضر، هو اللي بيخسر وبرضه بيجي يقف ويساند. لا ما ينفعش، مع كامل الاحترام. فقدت الثقه في لعيبه نادي الزمالك؟ لا خالص. ما عدتش تقول ان هم يقدروا يكسبوا بعد كده؟ ما اقدرش اقول فقدت الثقه. انت الاقرب للفوز ببطوله الدوري، لكن لعيبه الزمالك النهارده اخطاوا خطا كبير جدا، لابد ان يصلحوا خطاهم بالفوز ببطوله الدوري. لو ما جبتش بطوله الدوري يبقى انت عملت كارثه مع جماهير نادي الزمالك. الرد عملي في الملعب، انا مش عايز ردود اصل قعدنا مع بعض، اصل تعاهدنا، اصل الكلام المسلي الجميل ده. مع كامل الاحترام انا اسف جدا. طيب. انا عايز رد في الملعب، روح قتاليه في الملعب. عايز انزل مباراه سيراميكا، روح قتاليه، فريق قوي. الطبيعي جدا، وهو بقولها تاني، طبعا الزمالك المفروض يكسب سيراميكا. ابوس ايدك كفايه يا باشا، طبعا نكسب سيراميكا. ايدك كفايه. لكن انت الناس بتقول لك كفايه. لا يا باشا، بالاداء المتخاذل ده ما اقدرش اكسب حد. بالاداء اللي شفته النهارده ما اقدرش اكسب حد. انت بتحدد منين يا استاذ عمرو؟ يا فندم،
حدد منين نكسبه طبعا والكلام ده. الزمالك إيه طبعا، انت الزمالك اكسب طبعا سيراميكا. الزمالك لو حطيته في كف سيراميكا لا الزمالك يكسب. الزمالك الوضع الطبيعي ان الزمالك يكسب. ايوه الزمالك